تعالوا معايا النهاردة هنعمل مع بعض عزبان. هنعمل عزبان بطريقة جميلة جدا، سهلة وبسيطة، مش هياخد وقت وهيطلع معاكم نضيف وزي الفل. يلا بينا. جبت عندي بصل مبشور، والبصل حطيت عليه فلفل اسود، وحطي بقى الملح. ماشي كده، هظبطي الملح بتاعك وقلبيه كويس. طبعا هنعمل كمية وفيرة من العزبان. ماشي، انا هصور معاكم طبق بس انا هعمل كمية كبيرة. خلاص كده تبلت البصل. جيت هنا بقى قطعت ده العصبان اهو مغسول ما شاء الله ومتنضف. عندي هنا بهارات وفلفل وكمون، وكمان حبة قرفة وشطة، وكمان عندي الرز غسلاه، وعندي الطماطم مقطعة صغير جدا. يلا بينا بقى نجيب كده البولة الكبيرة ونحط فيها كل المكونات. طبعا الرز غسلناه والبصل والطماطم كله نزليه على بعض، وحطي عليهم بهارات وزيت، وحطي معاه خضار وامسكيه قلبيه. جهزي عندك بقى، انا عندي القمع ده المكنة بتاعت العصبان او الصدق، جميلة جدا. فيها 3 زي ما انتوا شايفين، بتسهل عليك الموضوع، تخليكي تحشي كمية كبيرة ورهيبة. خلاص كده تبلنا احنا التتبيله مع بعض. يلا بينا بقى نضيف عليها الخضار. الخضار عندي مفرز، عشان كده انا بهرت كل الدنيا الاول وبعدين حطيته شويه كده يفك، وتروحي بصي مفرفتاه بايديكي، ما بياخدش بصوا منت. طبعا انا مفرزاه. يلا بينا بقى. بدات اهو مليت الآلة بتاعتي، وهبدا بقى هربط الكباس بتاعها وهبدا اعمله. هعمله كله بصوا في منت، ما شاء الله تبارك الله. بصوا ما بتاخدش وقت، في ثواني بتخلصيه، ما شاء الله تبارك الله. تعمليه وتخلصيه. وبعد ما تخلصيه هنحطه بقى قدر كبير على البوتاجاز، ونحطه فيه الملح ونسيبه يغلي، عشان خاطر ادينا خلصناه كله. بعد ما خلصناه هنمسكه بقى نبعده كده بايدينا. بعد ما تبططي، انا عايزاه كله يبقى مبطط. بعديه كده وربطيه، لو انت عايزه تربطي، يا اما اديله لفه. انا بديلهم لفه كده زي العصبان، او اربطه بالطريقه اللي انت عايزه تعمليها. وجيبي عندك بقى الابره وخرميه. ليه بتخرميه؟ الحله بتاعتك تاخده كله، تاخد كميه كبيره، وفي نفس الوقت خلاص يشرب الميه ويستوي معاكي بسرعه. خلي بالكم من كل تركايه بقولها لكم عشان هي مفيده. امسكيه كله كده، تقلبيه وتخرميه بالإبرة، هيشرب المية ويستوي معاكي بسرعة أول ما ينزل في المية بتاعتك. ادي المية اهي. هنبدأ بقى ننزل فيها المية غلت، نبدأ ننزل فيها العصبان بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. يعني قلت لكم يا تربطوه يا تبعدوه كل مسافة كده عن بعضها، وتديله لفة زي عملة ما بتعملوا الصدق، الجزار بيعمل الصدق. خلاص كده، وانتي برضو قاعدة عمالة تحطي بتقلبي عشان تشوفي لو حاجة طافت على الوش، لو حاجة طافت اديها برضو بالإبرة كده، شوكيها خرميها. ماشي، خليكم ماشيين معايا واحدة واحدة. هنفضل بقى نحط قد القدر بتاعنا ما ياخد، وتاخد معاكم الكمية بتاعة العصبان. ماشي، ونسيبه بقى ياخد ويدي مع بعضه بشكل ودي. طبعا كله هيطلع بقى ويطعم في بعضه، هيبقى جميل جدا ورهيب. ماشي، انا هسيبه كده. بعد تلت ساعة باجي اشوف، ارفع كده العصبان وامسك الاقيه ما شاء الله تلت ساعة 20 دقيقة. طلعيه كله بقى في قلب طبق واسع عشان يبرد. وبعد ما بيبرد بتقصقصيه، ونكونوا حاطين الزيت على النار عشان خاطر نحمره. خلاص كده بصوا، انا طلعت اول قدر، وبعدين حطيت تاني وهسيبه يتسلق. وبعدين جبت المقلاية بتاعتي حطيتها، حطيت بقى تسخن، وانزلي بقى في الزيت، وبعدين نبدأ نحمره. وتحمريه واحد ورا واحد. على فكرة انا حطيت الزيت، بس هو الزيت فاتح، زيت الذرة الفاتح او زيت زيتون اللي عندك حطيه. ماشي، حطينا كده العصبان، تملي المقلاية وتبدأي بقى تقلبيه واحدة واحدة كده لغاية كله ما يتحمر من على كل اتجاه. عايزاه من كل اتجاه يكون متحمر تحمير كويس، عشان يبقى شكله كده جميل وطعمه لذيذ ورهيب. ماشي، خليكم ماشيين معانا تركاية تركاية، الطعم هيطلع عندك رهيب جدا وجميل ولذيذ. العصبان بتاعنا ما شاء الله تبارك الله، مقلاية ورا مقلاية لغاية ما تخلصي الكمية كلها. خلصت اول مقلاية وغرفتها وبوريها لكم. ايه رأيكم فيها؟ ما شاء الله تبارك الله، روعة جدا ولذيذ وجميل. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه. ويا جماعة، الآلة بتاعة الحشو بصراحة بتخليكي تنجزي بسرعة، رهيب رهيب وريحته خطيرة. جربوه وقولي رأيكم. باي باي.